السلام عليكم أخوتي وأخواتي اللي كيتفرجوا في دابا. مرحبا بكم. فهذا الفيديو الجديد اليوم غادي نوريكم واحد الموقع اللي كيخلي صناعة الفيديوهات حاجة سهلة بزاف وبلا صداع. الراس الموقع اللي غادي نحكيه عليه اليوم سميته ماجيك لايت، وصدقوني راهو من بين أحسن الأدوات اللي جربت. حتى دابا كنت بحال بزاف من الناس كنقلب على طريقة باش نصايب فيديوهات بجودة زوينة، ولكن المشكل اللي كيعاود يتكرر هو العلامات المائية أو القيود ديال النسخ المجانية، أو حتى الأسعار اللي كتكون غالية على اللي باقي بادئ المشروع ديالو. كنت كنفكر واش ممكن نلقى أداة اللي تعطيني الحرية نصايب فيديو من الأول حتى للآخر بلا ما نضطر نمشي لبرامج معقدة أو نخلص مبالغ كبيرة. وفعلا لقيت الحل مع ماجيك لايت. منين؟ كتسجل فالموقع كتلقى واجهة بسيطة ما فيهاش تعقيدات، كتقدر تدير تسجيل غير بالإيميل ديالك ولا حتى تستعمل إيميل مؤقت. إلا ما بغيتش تخلي معلوماتك الشخصية من بعد كيطلع ليك بلاصة باش تبدأ تكتب الفكرة أو النص اللي بغيت تحوله لفيديو. مثلا كتبغي داير قصة قصيرة ولا درس تعليمي ولا حتى نص تسويقي، كتكتب غير كلمات بسيطة وماجيك لايت كيدير الخدمة. كل هالموقع كيحل ليك خيارات كثيرة، كتقدر تختار نوع المحتوى اللي بغيت، واش قصة أسطورية ولا موضوع تاريخي ولا حتى مقال تعليمي، وحتى اللي يبغى يشرح منتوج معين يقدر يخدم به. وهذه حاجة زوينة بزاف خصوصا للي كيبغي يخدم على محتوى يومي. فالقناة ديالو الحاجة اللي غادي تعجبك بزاف هي ان ماجيك لايت ما كيحبسكش فشي قالب واحد، بالعكس كتقدر تبدل الشخصيات وتختار الخلفيات والألوان وتتحكم. فالصوت كاين بزاف ديال الأصوات الأجنبية اللي الجودة ديالها عالية، وحتى فالعربية كاين أصوات معقولة تقدر تبدأ بها. إلا ما كانش عندك تعليق صوتي خاص، وعندك حتى إمكانية تضيف موسيقى مجانية باش الفيديو يبان احترافي، وكيعطيك حتى الستوري بورد اللي فيه المشاهد كلها كتقدر تبدلها ولا تخليها كيف ما عطاها ليك الموقع. كل شيء كيتم داخل المنصة بلا ما تخرج لبرامج أخرى، وهذه ميزة كبيرة للي ما عندوش وقت بزاف. من بعد ما تكمل المشروع ديالك كيبقى ليك غير تولد الفيديو وكتختار الحجم اللي بغيته، مثلا يوتيوبي شورت ولا مقاس عادي ديال الشاشة. وحتى العناوين الفرعية كتقدر تحدد واش تبغيهم يبانوا ولا لا. وها الفيديو كيكون واجد تقدر تحمله بجودة عالية وبدون علامة مائية. أنا شخصيا جربت نص طويل كنت كتبته على واحد الموضوع علمي وحولته لفيديو أقل من دقيقة، كل شيء بالذكاء الاصطناعي. وصدقوني النتيجة كانت فوق التوقعات. حتى التحريك ديال الشخصيات كيبان طبيعي وماشي جامد، بحال بعض المواقع الأخرى اللي كتخدم بنفس الخدمة. اللي زوين أكثر هو إن ماجيك لايت كيسمح ليك تستعمل النسخة المجانية باش تجرب الخدمة وتعرف واش كتصلح ليك قبل ما تفكر تخلص على الخطة المدفوعة. يعني تقدر تبدأ من غير ما تضيع فلوس، وفي حالة بغيتي تطور خدمتك كاينة خطط بأسعار معقولة كتفتح ليك مميزات إضافية. هذا الموقع صراحة غادي ينفع بزاف صانعي المحتوى اللي باغين يطلعوا قنوات يوتيوب ولا صفحات التيك توك بلا ما يكونوا محترفين. فالمونتاج غادي ينفع حتى المدرسين اللي باغين يقدموا دروس بطرق بصرية، أو حتى الناس اللي باغين يروجوا منتجاتهم بشكل عصري. نصيحتي ليكم اليوم هي جربوا ماجيك لايت، حتى إلا ما كنتوش ناويين تستمروا فيه على الأقل تعرفوا قوة الأدوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولات متاحة لينا دابا وكتسهل علينا الخدمة وكتربحنا الوقت. تخيلوا غير أنه الفيديو اللي كان كيحتاج ساعات ولا أيام باش يتصايب دابا كيقدر يتولد في دقائق معدودة. وخكاين بزاف ديال الأدوات اللي كيديروا نفس الخدمة بصراحة قليل اللي كيقدروا يعطيوك الجودة وسهولة الاستعمال اللي كيقدمها ماجيك لايت. وهذا شيء علاش كننصح أي واحد كيسمعني دابا ياخد 5 دقائق من وقته يجرب الخدمة على الأقل مرة واحدة. وما تنساوش الإخوان إلى عجبكم هذا الشرح خلوا لي تعليق بشنو هي الفكرة اللي بغيتوا نحولوها لفيديو المرة الجاية، وديروا لايك للفيديو باش نوصل المعلومة لأكبر عدد ممكن ديال الناس. وخليكم ديما كتجربوا الجديد، حيث المستقبل أن ديال صناعة المحتوى غادي يكون مع الذكاء الاصطناعي، واللي غادي يتعلم يستعمله دابا راه هو اللي غادي يربح غدا. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. كان معاكم اسمك، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام عليكم.